السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديجو، شركة ديزاين. احنا فين؟ احنا في موقع فيه التوسعات الشمالية، شغالين النهارده بند البورسلين. ناس كتير بتكلمني على الصفحة بتقول باشمهندس انا بخاف من تركيب بند البورسلين، بشوف ان في مشاكل فيما بعد، بورسلين بيطق، بورسلين بيتمدد، بيحصل مشاكل كتيرة جدا، فانا خايف من تركيب البورسلين. اول نصيحة ليك ان انت تختار الشركة ان البورسلين يكون حاجة محترمة، حاجة كويسة. تاني حاجة نهتم بطريقه التركيب. طيب هنتكلم النهارده طريقه التركيب. اول حاجه زي ما انتم شايفين ان احنا بنمشط البورسلينه بالماده السيتكس يو، بناخدها راسي وافقي زي ما انتم شايفين كده. طب لو انا خدتها راسي يبقى هتبقى راسي مباشره، لو خدتها افقي هتبقى افقي مباشره. ليه؟ عشان انا وانا بحط البورسلينه ان الهواء ما بين الفراغات دي يطلع من البورسلين. طيب طريقه التركيب. طب ليه انا بحط الماده؟ عشان البورسلين الظهر بتاعها بيبقى مش زي السيراميك فخار، فدرجه التماسك بتاعته بتبقى قليله، فاحنا بنحط الماده وبنحط ادي بوند، ولازم لازم لازم نستخدم الهزاز والكليبسات. طب احنا تعالوا نشوف كده احنا شغالين ازاي. اول حاجه احنا لو انتوا خدتوا بالكم مباشره من الطرقه ان التقسيط بتاعنا خدنا واحده مستقيمه مباشره، ما فيهوش اي لحام وما فيهوش اي تفاصيل. طب هنتكلم ان احنا بنحط البورسلينه على الارضيه مع الادبونت عشان درجه التماسك، ونهتم جدا بالكليبسات. طب الكليبسات دي احنا بنهتم بيها ليه؟ عشان البورسلينه بيبقى فيها تقويصه، التقويصه دي انت مش بتشوفها، ولكن وهي بتركب بتبقى موجوده بتبوظ الميل معانا، فاحنا بنستخدم الكليبسات زي ما حضراتكم شايفين. طيب نخش بعد كده. معانا هنا سيراميك باركيه. السيراميك الباركيه ده متر ونص بورسلين. السيراميكا دي كبيره جدا، فاحنا زي ما انتم واخدين بالكم ان احنا مستخدمين الكليبسات بالكامل، كل واحده واخده كميه ما شاء الله، بحيث ان دي طويله جدا وهي بتتركب بيحصل تقويصه كده. فاحنا لما بنحط الكليبسات دي بنحافظ ان هي ما يكونش فيها التقويصه دي. فده الشغل بتاعنا اللي احنا عاملينه في السايت. نخش بعد كده على الحمام، نشوف الحوائط. الحوائط واحنا بنركب الحوائط لازم نهتم، لو خدتوا بالكم هنا متاخد ميه، ان احنا بنحافظ على الاتربه. نشيل الاتربه، ثواني بنشيل الاتربه، ننظف الحائط كويس بالميه، نشيل الاتربه، ثم بعد كده السيراميكا سوري البلاطه اللي متمشطه نبدا نركبها بالمنظر ده. نشوف هو بيركبها. يستخدم الهزاز، يبدا يظبط ميول. طب انا خايف ان يكون في حاجه مسننه هنا، يبقى الكليبسات اوريدي هي اللي هتمنع لي الحته دي، وهو هيحط دلوقتي الكليبسات زي ما حضراتكم شايفين. يبقى اصبح دلوقتي ان مفيش ولا الهواء في البورسلين، اصبح وبرضه اللي هنا مستخدمين الملي ونص، واصبح ان الفواصل دي بعد كده هتتسقي بماده السيتوفيل. طبعا الاسمنت الابيض ده احنا خلاص، مش ده حاجه قديمه جدا، ومع عوامل الجو مع الميه مع التفاصيل بيبدا يتبهدل، فاحنا بنستخدم حاجه اسمها السيتوفيل. نشوف الحمام ده زي ما انتم شايفين كده. الحمام ده كذلك برضه نفس الموضوع. هنا احنا واخدين شطف 45 اوريدي، هنا هيتركب، هنا في الحته دي هيتركب دولاب حاطين جواه السخان الفوري. انا بحب استخدم في شغلي الزاوي، احنا اوريدي شاطفين هنا، احب استخدم الزاوي في الخوانات، زاويه ستانلس 604، زاويه محترمه جدا، ومؤسسين للليد بروفايل. هنطلع على موقع تاني برضه، فيلا كبيره شغالين فيها برضه نفس نوعيات البورسلين والباركيه اللي احنا واخدينه. تعالوا نروح نشوفها برضه شغالين فيها ازاي. طلعنا على فيلة مهندس صلاح، وبرضه احنا لسه شغالين في نفس البند. زي ما انتم شايفين برضه اللي في الارضيه ده بورسلين هندي. ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان احنا واحنا بنقسط البورسلين، لو خدتوا بالكم ان انا ابتديت صحيح ورميت هنا، هيترمي معايا غلاقه هنا بسوي العمود. طيب الغلاقه دي هتبان؟ لا، هيبقى من اول للاخر هيبقى في مكتبه بارزه نفس ال 20 سم، فاصبح ان الغلاقه مش موجوده معانا. شوف خدتوا بالكم من تقسيط البورسلين، خلاص اصبح ان كله صحيح بالكامل، اللي داخل الريسبشن ماشي طوالي مدي وسع للمكان. نخش بعد كده على حمام الضيوف. حمام الضيوف طبقا للتصميم احنا كنا عاملين هنا البلاطه مختلفه في الكابينه حرف ال،
الفاصل اللي هنا ما بين البلاطه دي والبلاطه دي هيتحط هنا قاطع السكريت اللي ما بين القاعده وما بين الكابينه. ومعايا هنا الحوض في البدايه، اصبح ان انا معايا لحام في النص هنا. اللحام اللي في النص ده هل هو هيبان مع التقسيط؟ لا، هيتحط هنا الوحده، هيتحط هنا المرايه لحد السقف. اصبح ان اللحام ده مش باين معايا، فانا بقسط السيراميك على حسب التوزيع اللي معايا. وبالارضيات هتمشي نفس الموضوع، وهنطلع هنا حاجه ما بين الكابينه والقاعده وقاطع السكريت من هنا. وما ننساش حاجه مهمه جدا ناخد بالنا منها، بتاع السيراميك اللي يركب الليد بروفايل اللي في الخرونات. احنا مطلعين السلك بتاعنا، بيجي يقفل يحط الزاويه بتاعته، بيعمل السلك هو اللي بيركب الليد بروفايل المجرى بتاعته، ثم بعد كده الكهربائي هو اللي بيركب الفينش بتاع الليد بروفايل. معانا هنا برضو الارضيات، ده سيراميك باركيه. طبعا احنا هنا الشغل الى حد ما خلصان، هنطلع برضه بالفيلا فوق ونشوف الوضع. طلعنا على الدور الثاني زي ما انتم شايفين، احنا لسه شغالين في مرحله البورسلين. دخلنا على الغرفه الماستر، احنا مركبين في الغرفه الماستر سيراميك الباركيه. لسه الحمام ده احنا مش شغالين فيه، بس مجهزين البورسلين بتاعه. هيبقى بورسلين الابيض مع بورسلين اسود بالتصميم السيدي اللي معمول معانا. طبعا زي ما انتم شايفين، ده قاعده، هنا تلفزيون، وهنا مكان الدريسنج، وهنا البلكونه. نخش بعد كده على الريسبشن. الريسبشن لسه ما اشتغلناش فيه، احنا شغالين دلوقتي في الحمام. برضه نفس الموضوع، ان السيراميكا سوري البورسلينه بتتمشط بالماده السيرفكس يو، وبتتركب زي ما انتم شايفين بالكليبسات بالصلايب. بيبدا برضه نفس الموضوع هنا، ان انت بتقسط البورسلين على حسب توزيع الفرش. هنا هتبقى بلاطه ثانيه خلاف البلاطه دي. اللحام اللي هيبقى هنا هيبقى لحام السكريت. ومعانا هنا القعده، ومعانا هنا حوض كبير. مؤسسين هنا غساله احتياطي، بس هي مش هتحط هنا مكان الغساله، هيبقى حوض رخام كبير لحد هنا. ومعانا هنا القعده، ومعانا هنا قاطع السكريت. ونخش على غرفه البنات، نفس الموضوع السيراميك الهندي. وهنا برضو دي الماده اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو لازم يمشط بيها البورسلينه عشان التماسك بتاعها. في غرفه البنات برضو مستخدمين السيراميك الباركيه، لازم يكون ميزان الليزر موجود طبعا نستخدم بيه. اتمنى ان يكون الشغل عجبكم، واستنونا في فيديوهات تانية هشرح لكم جميع البنود من مواقعنا. شكرا.